هلو دكاترة تالتة اعدادي، عاملين ايه؟ حبايبي بقى اخر العنقود بتاعي. النهارده احنا عاملين مراجعة لذيذة كده مع بعض. المراجعة ديت عبارة عن كرة البعبع. ايه كرة البعبع؟ والله المراجعة اسمها كرة البعبع. ايه قصتها؟ كل الاسئلة اللي انت ممكن تكون وانت بتحل الامتحانات لقيت ان الصورة خضتك او السؤال خضك، فانا هحل معاك الاسئله اللي شكلها يخض شبه البعبع كده، عشان تعرف ان هي الموضوع بسيط خالص وما فيهوش اي حاجه. تعالى كده نسمي الله ونبدا مع بعض. نشوف اول سؤال. هنا مثلا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول you have three electric conductors A و B و C. arrange these conductors in descending order. طيب اول حاجه لما يجي لك سؤال descending، يعني ايه descending؟ يعني رتبهم لي من الاعلى للاقل. رتبهم لي من الاعلى في ايه بقى؟ according للالكتريك بوتنشال، الاعلى في الالكتريك بوتنشال الاول وبعدين اللي بعده وهكذا. طب وانا هعرف ازاي يا دكتور؟ انت ايه معلوماتك يا باشا عن الالكتريك بوتنشال؟ ان هي اللي عنده الكتريك بوتنشال اكتر بيدي كهرباء للي عنده الكتريك بوتنشال اقل. طب انت شايف ان البي هو اللي طالع منه كهرباء للاي وكهرباء للسي، يبقى البي كده اعلى واحد فيهم، يبقى البي هو هيكون اعلى واحد، اول واحد. طب يا ترى مين اللي بعده؟ مين اللي في المركز الثاني، ايه ولا سي؟ والله لو ركزت كده هلاقي في سهم طالع من الايه ماشي للسي، يعني الايه هيدي كهرباء للسي، يعني الايه اعلى من السي. يبقى انا كده رتبتهم descending من الاعلى للاقل. في نفس السؤال بيقول لك mention the name of apparatus used in decrease electric potential. دي جهاز احنا واخدينه اسمه الالكتريك ترانسفورمر. ده اللي هو بيبدأ ان هو زي اللي موجود في الراس بتاعت الشاحن بتاعة الموبايل، اللي هو الترانسفورمر اللي بيقلل البوتنشال ديفرنس اللي داخله. نيجي نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك the following figure on moving the slider of rheostat from A to B. يعني بدل ما انا حاطه السلايدر بتاعي عند A وكل السلك ده بره كده ملهوش لازمه، مرمي كده بره، مدلدل كده بره، لا انا هحرك السلك بتاعي. بص انا عايزه بس ايه امسحها لك كده اهوت اهو. هحرك السلك بتاعي اخليه عند بي، يعني انا خليت السلك ده كله داخل معايا في اللعبه، يعني انا زودت طول الواير. طب ما انت عارف ان انا لما بزود طول الواير انا كده بزود الريزيستنس، ولما بزود الريزيستنس يبقى بقلل الانتنستي، والانتنستي كده كده دايركت ريليشن مع البوتنشال ديفرنس زي ما قال، يبقى هقلل الانتنستي وهقلل البوتنشال ديفرنس. طبعا الاميتر بيقيس انتنستي فهلاقي الاميتر قرايته قلت، والفولت ميتر هيقيس البوتنشال ديفرنس فلاقي برضو البوتنشال ديفرنس قلت. ليه كل ده حصل؟ عشان لو انت بصيت هنا معايا اهو هتلاقي، بص احنا عملنا ايه، بص تاني كده على الصوره اهو. السلك كان عند ايه، السلايدر كان عند ايه، كل الحته اللي بره دي كانت مرميه كده بره محدش حاسس بيها. رحت انا عامله ايه، رحت انا محركه السلايدر الناحيه دي، فبقى السلك ده الحته دي بقت كلها معايا، يبقى انا زودت طول السلك وزودت الريزيستنس. طيب بيقول لك الفاليو اوف ريزيستنس ام. حبيب قلبي انا عندي نوعين من الريزيستنس، نوع شكله كده ونوع شكله كده. اللي شكله كده وعليه سلايدر ده اسمه فاريبل، يبقى بيتغير، بتحكم في طول السلك وبغيره. انما ده يا حبيب قلبي اسمه الفيكسد ريزيستنس. عارف يعني ايه فيكسد؟ يعني كونستنت، يعني ثابت، يعني ما بيتغيرش. ما بيتغيرش طول ما هو قال لك في السؤال. هو ما جابش في السؤال سيره ان في تمبريتشر اتغيرت، لان طبعا لو في تمبريتشر عليت يبقى هيحصل اكسبانجن للسلك، السلك هيتمدد هينفش زي اي حاجه بتنفش، زي ما بنيجي نحط كيكه كده في الفرن فتبدا تنفش، فيبدا السلك ينفش سن، فيبدا الريزيستنس بتاعته تعلى سن. طب هل هو قال لك هنا اي حاجه؟ هو قال لك الار ديت اللي هي الريزيستنس الام ديت اللي هي اصلا اسمها ايه؟ طالما ما فيش عليها سلايدر اهي، ما فيش عليها سلايدر يبقى دي اسمها ايه؟ فيكسد ريزيستنس. يبقى طالما هي فيكسد يبقى هقول لك الفاليو بتاعها doesn't change او هقول له remain constant، الاثنين بنفس المعنى.
السؤال اللي بعده بيقول لك from the following figure calculate the electric intensity at potential difference 35 فولت. طيب دايما لما يدي لك جراف بص كده بعينك الاكسس مين ومين، V و I، وما بينهم كده straight line passing through الاوريجن. طبعا انا عارف من اوم ان دوت الجراف بتاع اوم وان ده قانون اوم. طيب ايه القانون بتاع اوم؟ احنا مسميينه فري كده، فيري بنقراها كده. طيب هنا في ديفايد وهنا في باي. هو بيقول لك انا عايزك تحسب لي الكرنت انتنسيتي، تحسب لي الاي. طب انا عشان احسب الاي خبي الاي كده في القانون، يبقى الاي بتساوي في ديفايد ار. الفي هو قايلها لك 35. يا دكتور نسي يديني الار. لا يا حبيبي ما نسيش، هو الار من هنا عباره عن ايه؟ الار يعني انت لو عايز تشوف القانون هنا الار عباره عن ايه؟ خبي الار. الار عباره عن في ديفايد الاي. من اي حاجه عايزه احسبها هخبيها، خبي الار في ديفايد الاي. الفي هنا مثلا ب10 والاي بكام؟ ب2. يعني الاي الفي 10 والاي 2، يعني الريزيستنس كام؟ الريزيستنس 5. طب حد تاني هيقول لي لا يا دكتور انا عايزه احسبها من اللي فوق دي. احسب يا باشا، اللي فوق 20 واللي تحت 4. 20 ديفايد ال4 برضو كام؟ 5. انا كده معايا الريزيستنس ار بتساوي 5 ومعايا البوتنشال ديفرنس هو قايل لي 35، فاقول 35 ديفايد ال5 يبقى 7 امبير. يبقى انا كده حسبت له ايه؟ حسبت له الانتنسيتي. هو بدل ما يقول لي البوتنشال ديفرنس كذا والريزيستنس كذا، هو اداني البوتنشال ديفرنس عادي كرقم، لكن الريزيستنس اداهوني على شكل جراف انا اجيبه من الجراف بمنتهى البساطه. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك in the following figure if the cells are the same. طيب هو فين السيلز؟ انا عندي ادي واحده، ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه. هو بيقول لك ان هم الثلاثه زي بعض. بيقول لك احسب لي الريدنج بتاعه الفولت ميتر. طيب هو الفولت ميتر بيقرا ايه؟ بيقرا في. طب انا عندي هنا 4 اوم يعني دي ريزيستنس، وعندي 2 امبير يعني دي انتنستي. حلو، يعني مدي لك الار ومدي لك الاي، سهل تجيب الفي. اجيب الفي ازاي؟ بالقانون اللي هو فري. بيقول ايه القانون ده؟ بيقول ان الفي بتساوي ار باي اي. طيب الار كام يا باشا؟ الار 4 والاي كام يا باشا؟ 2، يبقى 8 فولت. يبقى انا كده جبت له الريدنج اوف فولت ميتر. بيقول لي عايزك تحسب لي الالكتروموتيف فورس بتاعه كل سيل. طيب دي هحسبها له ازاي؟ مش هو قال لي ان الفي 8 فولت؟ ركز معايا، هم كام سيل؟ هم 3. طيب الثلاثه دول المفروض ان هم الثلاثه مع بعض يبقى مجموعهم 8 فولت. الاي ام اف بتاعتهم هم الثلاثه على بعض 8 فولت. ما تنساش ان في 2 فوق بعض باراليل. لما يكونوا الاثنين فوق بعض باراليل يبقى هم الاثنين برقم واحد. يعني انا مثلا لو قلت ان هنا دوت مش هي 8 فولت، لو انا قلت هنا ده 2 وده 2 يبقى كده 2 ودي 2 ما ينفعش، لان هو قال لي المفروض ان هو كام؟ 8 فولت. فانا عايزه حاجه لما احسب الاثنين الباراليل اللي فوق بعض واللي جنبهم سيريس تطلع لي المجموع بتاعها 8 فولت. طيب ايه رايك لو قلنا مثلا هنا، ثانيه واحده، ايه رايك لو قلنا هنا، مش عارفه مش عايز يمسح، استنى اهو. ايه رايك لو قلنا هنا ده 4 وده 4 وده 4؟ مش كده هو كل واحده فيهم هم قال لي هم الثلاثه قد بعض. طب احسب كده الاثنين الاربعه اللي فوق بعض هم الاثنين باراليل هيصفوا كام مع بعض؟ هيصفوا 4. يبقى هنا 4 وجنبها 4 سيريس، يبقى المجموع بتاعك كام؟ 8. يبقى كده انا حسبت له الالكتروموتيف فورس بتاعت كل واحده بتساوي ايه يا باشا؟ بتساوي 4 فولت. تمام؟ نيجي نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك the opposite figure represent 3 batteries A و B و C each of them have EMF 2 فولت. يعني ده 2 فولت، ده 2 فولت، وده 2 فولت، وده 2 فولت. ماشي، طلباته بيقول لي draw the diagram for battery B. طيب هي B مديني التوتال EMF بتاعها بكام؟ ب4. يعني هي عبارة
قال لك ايه؟ قال لك 3 باتريز A و B و C، كل واحده فيهم قوتها 2 فولت. فانا عايزاك ترسم لي دياجرام بحيث ان الباتري اللي هي بي ديت اللي قوتها 2 فولت تتوصل بطريقه تخلي الاي ام اف بتاعها 4. طيب ما ايه رايك تبقى كده دي 2 ودي كده 2 فيتوصلوا مع بعض سيريس، دي 2 ودي 2. ما هو قال لي ايه في السؤال؟ ركز معايا، هو قال لك ايه في السؤال؟ قال لك ان كل واحده فيهم قوتها 2 فولت، يعني ده 2 وده 2 وده 2. هو بيقول لي شايفه بي دي؟ ارسمي لها دياجرام. طب ارسم لها دياجرام ازاي؟ قال لك مش بي ديت قوتها 2 فولت، انا عايزاكي تخليها لي، بص مدياني توتال كام؟ مدياني توتال 4. طيب اعمل ايه؟ هي الواحده قوتها 2 فولت، طب ما اوقف واحده 2 فولت وجنبها واحده سيريس 2 فولت، يبقوا هما الاثنين مع بعض بكام؟ ب 4 فولت. يبقى دي اول واحده. اللي بعده بقى في نفس السؤال على نفس الجراف، بيقول لك if one of these batteries is connected in an electric circuit contain resistance 8 اوم. ماشي، يبقى انا دلوقتي بيقول لي ان انا وصلتها على سيركت الريزيستنس بتاعتها 8 اوم، يبقى الار 8 اوم. and quantity of charge 300 كولم. انا دايما بقول لكم اكتر ما بهتم بالكلام تهتم باليونتس، يعني تقرا السؤال وكل حاجه بس عينك لازم تركز في اليونتس. passed through it in 20 minutes that time. على طول اول ما تشوف حاجه مش بالسكند حول، يبقى كده التايم 20 minutes باي 60 يبقى ايكوال 1200 سكند. يبقى انا كده معايا التايم ومعايا الريزيستنس 8 اوم ومعايا الكيو 300 كولم. هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي mention which of these batteries was connected in the electric circuit. مين فيهم اللي متوصله بالالكتريك سيركت؟ خلي بالك انا عندي ايه مدياني 2 فولت، وبي مدياني 4 فولت، وسي مدياني 6 فولت. ماشي، فانا عايزه بقى احسب كده ايه؟ احسب الفي من المساله اللي عندي، من الارقام اللي عندي عايزه احسب الفي واشوف الفي طلعت زي مين فيهم. طب احسب الفي ازاي؟ والله انا دلوقتي هو مديني، انا عشان احسب الفي رص الثلاث قوانين بتوعك وشوف ايه اللي انت ينفع تشتغل بيه. والله عندك قانون كايت، وعندك قانون وكف، وعندك قانون فري. هل هينفع تشتغل بقانون فري؟ والله لو اشتغلت بقانون فري فهو انا محتاجه الار ومحتاجه الاي. انا معايا الار بس مش معايا الاي. طب انا سهل اجيب الاي. اجيب الاي ازاي؟ الاي ليها قانون اهو اللي هو قانون الكايت. الاي لو عايزه احسبها هتساوي الكيو ديفايد التي. طيب الكيو هو مديهاني في المساله بكام؟ ب 300، والتايم بكام؟ ب 1200. حد كده هو يحسبها لنا هتطلع كام؟ 0.6 ولا كام؟ 3 ديفايد 12 0.5 0.25. يبقى كده الانتنستي 0.25. حلو قوي. انا كده معايا الانتنستي وانا اصلا معايا الار، يبقى الفي بتساوي ار باي اي. الار احنا طلعناها، هو مداني في المساله ب 8 اوم وطلعنا الانتنستي ب 0.25. ممكن تحسبها لنا كام على الكالكوليتر؟ هتطلع 2، تطلع ايكوال 2. طالما طلعت ايكوال 2 يبقى هي مين فيهم؟ مين فيهم اللي الاي ام اف بتاعتها ب 2؟ السل ايه. يبقى مين اللي متوصله؟ ايه. هعيدها تاني اهو، هعيدها تاني عشان اللي ما فهمهاش. هو بيقول لك دلوقتي ايه؟ انا بيقول لك عندي الباتريز دول A 2 فولت، B 4 فولت، C 6 فولت. بيقول لي انا عندي الكتريك سيركت، الالكتريك سيركت دي الريزيستنس بتاعتها 8 اوم، والكوانتيتي اوف تشارج 300 كولم، والتايم 20 مينتس. بيقول لك مين فيهم بقى اللي متوصله؟ بسيطه. اول حاجه، انا قايله لكم، انا قايله لاولادي من اول السنه، اول ما تدخل الامتحان رص الثلاث قوانين بتاعتك. ايه الثلاث قوانين بتاعتك؟ كايت ووكف
وفري عشان تشوف انت هتحتاج مين فيهم. هو هنا هو بيقول لك mention which of these batteries was connected in the electric circuit. انا عندي ايه؟ انا عندي فولت، يبقى انا عايز احسب الفي عشان اشوف مين فيهم البطاريه اللي انا شغاله بيها، فانا محتاجه احسب الفي. عشان احسب الفي يا اما هشتغل بالقانون ده يا اما هشتغل بالقانون ده. طيب هل انا عندي اي حاجه فيها ورك في الموضوع؟ في جول عندك في الموضوع؟ لا، يبقى مستحيل اعرف اشتغل بيها. يبقى ما عنديش غير القانون ده اللي هو الفي بتساوي ار باي اي، ده القانون اللي انا هشتغل بيه. هو في المساله مديني الار ب 8. حلو. هل مديني الانتنستي؟ لا. طيب اول حاجه لازم اعملها ان التايم ما ينفعش يكون بالمينت، فانا هحوله لسكند، ان انا اعمله باي 60 يعني هيبقى 1200 سكند. طيب انا دلوقتي محتاجه الاي، مش مديني الاي بس مديني تايم ومديني كيو. طب ما انا ممكن اشتغل بالقانون ده واجيب منه الانتنستي اللي بتساوي الكيو ديفايد التايم. الكيو 300 ديفايد قلنا التايم 1200 قلنا طلعت 0.25 امبير. دي كده مين؟ دي كده الانتنستي. والله لما هتعملهم هما الاثنين باي بعض هتطلع الفولت او الفولت الاي ام اف هتساوي 2 فولت. طالما 2 فولت يبقى مين؟ يبقى ايه؟ يبقى كده هو انا مستخدمه البطاريه ايه. تمام؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك on adding a suitable amount of diluted hydrochloric acid to the 3 beakers 1 و 2 و 3 explain the following. ليه ما حصلش رياكشن في بيكر رقم 1؟ هو بيكر رقم 1 دوت فيه ايه؟ فيه سيلفر، وانا بقول لك حطيت عليه ايه؟ حطيت عليه HCl. طيب المفروض ان دوت الاتش عايز يعمل سبستيتيوشن للسيلفر. هل الاتش يقدر يعمل سبستيتيوشن للسيلفر؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ عشان انت عندك كيميكال اكتيفيتي سيريس. في الكيميكال اكتيفيتي سيريس انت تعالى كده اهوت قول معايا كنبه كمج الزن في صن ببي، انتوا حافظينها. وبعدين هنا الاتش، وبعدين يا عيني عليكي يا شابه يو يو جي جي تي. فين يا باشا السيلفر؟ اهو. بص السيلفر تحت مين؟ تحت الهيدروجين. يقدر يعمل له سبستيتيوشن؟ لا. ليه ما يقدرش؟ يبقى لما تقول له ليه ما حصلش هنا رياكشن في بيكر 1 هتقول له عشان السيلفر ليس اكتف ذان الاتش. كده بس؟ لا طبعا، كده تاخد نص الدرجه بس. هو ليه ليس اكتف؟ لانه السيلفر becomes after الاتش في الكيميكال اكتيفيتي سيريس. فهو طالما جه بعد الاتش، جه تحت الاتش، يبقى هو اضعف من الاتش، فمش هيقدر يعمل لها سبستيتيوشن. يبقى الاي جي كانت سبستيتيوت الاتش، يبقى نو رياكشن. بيقول لك طيب ليه هنا بيكر رقم 3 ديلي عن بيكر رقم 2؟ هو بيكر رقم 3 فيه مين؟ فيه ألمونيوم. قال لك ازاي؟ ده الألمونيوم ده انا قايله لك ان الجيف ريزون دي مرشحه جدا على فكره الامتحان. انا قايله لك ان الألمونيوم جاي في الكيميكال اكتيفيتي سيريس قبل الزنك، يعني المفروض ان هو مور اكتف اكتر من الزنك، يعني المفروض الرياكشن بتاع الألمونيوم يبقى اسرع. قال لك لا، ده احنا لقينا ان الرياكشن بتاع الألمونيوم ابطأ من الزنك. ليه؟ اصل الألمونيوم بيكون حوالين نفسه طبقه صدى، طبقه، يبقى الألمونيوم بيكون طبقه اسمها ألمونيوم اوكسايد اللي هي Al2O3. خلي بالك انه ممكن يسألك عن الفورميولا بتاعتها. الفورميلا بتاعت الألمونيوم اوكسايد، ألمونيوم اوكسايد Al2O3. فالفكرة كلها ان الألمونيوم اهو، الألمونيوم من الحاجات اللي بتصدي. يعني ايه بتصدي؟ يعني بتكون حوالين نفسها طبقة كده من مادة الألمونيوم اوكسايد. فانا لما هاجي احط ال HCl عشان يعمل الرياكشن، ال HCl هيضطر الاول انه يقعد يقشر الطبقه اللي فوق، يقشر الطبقه اللي فوق، يقشرها لحد ما يخلص تقشير فيها، ويبدا يدخل بعد كده على مين؟ يبدا يدخل على الألمونيوم. فده بياخد وقت. انما الزنك مش من الحاجات اللي بتصدي، مفيش حواليها طبقه زنك اوكسايد، فال HCl اللي هيدخل هيعمل رياكشن معاها على طول. يبقى هقول له بيكوز ان الألمونيوم
form layer of aluminum oxide واكتب له الفورميولا بتاعته اللي هو Al2O3 which take time to be removed with hydrochloric acid. هياخد وقت لغايه ما ال HCl يعرف يقشره ويشيله ويبدا يوصل للالومنيوم ويشتغل معاه. نشوف السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لك from the following figure calculate the reading of a meter، يعني عايزني احسب له intensity، ما هو الاميتر بيقرا intensity. then calculate the work، يعني بعد ما تحسب الانتنستي احسب لي كمان الورك to transfer quantity of a charge between 2 points x and y through 2 minutes. 2 minutes ده تايم، ما ينفعش اخليه بالمينت، لازم احول على طول، يبقى 2 باي 60 يبقى 120 سكند. طيب انت عايزني اجيب لك ايه؟ اجيب لك intensity واجيب لك work. طيب اكتب لي الثلاث قوانين. مسألة على طول تكتب الثلاث قوانين، لازم يبقوا الثلاث قوانين قدام عينك كده عشان تعرف تركز. يبقى عندي هنا الكايت وعندي هنا الوقف وعندي هنا الفري. ماشي. الانتنستي عشان احسبها يا اما هجيبها V ديفايد R يا اما هجيبها هو عايزني احسب انتنستي، فيا اما V ديفايد R يا اما Q ديفايد T. طيب لو Q ديفايد T هعرف اجيبها Q ديفايد T؟ نبص كده، لا والله صعب Q ديفايد T. طب اعرف اجيبها V ديفايد R؟ سهله جدا. ليه؟ لان انا عندي الفيهات اهي هعرف احسبها، وهو مديني الريزيستنس 2 اوم، فالموضوع سهل. يعني انا كده اهوت اكتب له القانون، اقول له والله هو كده الانتنستي كده، الانتنستي اللي انت عايزني احسبها لك بتساوي V ديفايد R. الار هو مديهاني في المساله 2، فاضل احسب الفي. احسب الفي يا باشا. انت عندك هنا لو ركزت معايا في الصوره، انت عندك هنا 2 فولت و2 فولت باراليل، يبقوا مصفيين كام؟ مصفيين 2 فولت، وجنبهم 3 فولت سيريس، يبقى 5 و3 كمان يبقوا كده 8. يبقى كده الفي بتاعتك كام؟ 8. يبقى انا حسبت الفيهات بتاعتي الاثنين الباراليل فوق بعض بيصفوا رقم واحد، يعني 2 فولت و2 فولت هيطيروا يبقوا 2 واحده، وجنبها سيريس بجمع بقى 2 و3 5، 5 و3 8. طيب 8 ديفايد الاثنين كام؟ 4 امبير. يبقى انا كده جبت له الانتنستي اللي هي 4 امبير. حلو. بيقول لي احسبي لي الورك. والله الورك انا ما عنديش غير قانون واحد يا ابني اللي هو كيو باي الفي. طيب انا عندي بقى ايه؟ انا عندي الكيو؟ لا ما عنديش الكيو، بس سهله. هو مش انا خلاص جبت الاي ومش انا عندي التايم حاسباه فوق؟ يبقى انا هقول ان انا عندي الاي وعندي التي، فسهل ان انا اجيب الكيو. الكيو قانونها هيبقى ايه؟ الكيو قانونها اي باي تي. الاي احنا حسبناها 4 والتايم حسبناه 120. 120 في 4 480. 480. يبقى انا كده اهوت جبت الكيو. يبقى الكيو 480 باي الفي احنا لسه حاسبينها، الفي لسه حاسبينها من شويه اللي هي 6 و2 8، تبقى كام؟ حد كده يفتح لنا الكالكوليتور وريني كده. 3840. 3840 وريني كده، تاكد ان انا كاتبين الرقم مظبوط. 3840. يبقى انا كده حسبت الورك اللي هو بالايه؟ اللي هو بالجول. خلاص؟ طبعا انت وانت شغال يبقى معاك كالكوليتور، ما تبقاش عامل زي كده رايح جاي عشان تبص على الكالكوليتور. خلاص؟ يبقى انا كده اهوت يا شباب حليت المساله دي. مفيش مساله صعبه، هو مفيش مساله صعبه، انت بترص الثلاث قوانين بتوعك وبتبدا تشتغل. واعرف انه لو جاب لك صوره مكعبره كده وكبيره اعرف ان هي صوره عبيطه جدا. خلاص؟ يبقى انا هنا اهوت عملت ايه تاني؟ انا هنا اهوت اول حاجه هو بيقول لي احسبي لي الانتنستي واحسبي لي الورك. عشان احسب الانتنستي انا عندي الثلاث قوانين، حسبت الثلاث قوانين. انا عندي يا اما الكيو ديفايد التي يا اما الفي ديفايد الار. والله انا عندي فيهات وعندي ار، فطبعا المنطق بيقول ان انا اشتغل بالقانون في ديفايد ار. فعملت ال8 ديفايد الاثنين طلعت معايا كام؟ 4 امبير. طيب قال لك خلاص شكرا حسبت لي الانتنستي، طب ما تنساش تحسب لي الورك.
الورك ما عنديش غير قانون واحد اللي هو كيو باي الفي. الفي انا اوريدي مطلعاها هنا هو 8. طيب بالنسبه بقى للكيو، والله الكيو هجيبها من القانون اللي هو اي باي تي. الاي احنا حاسبينها 4 والتي 120، طلعنا الكيو 480. خلاص هعمل تعويض مباشر. الورك بيساوي 480 باي الاربعه، طلعت 3840 جول. نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك 5 similar electric cells. فين ال5 اهو يا سيدي؟ ادي واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه. بيقول لك الخمسه دول كل واحده فيهم قوتها 3 فولت. طيب what's the reading of voltmeter V1؟ طيب بص خلينا نتفق معاك على حاجه. طالما الالكتريك سيركت اوبن والفولتميتر متاخد على جنب كده مع دراي سيل لوحدهم، يبقى هو معمول يقيس الدراي سيلز اللي هو متوصل معاها بس. يعني الفي 1 ده دي 3 فولت ودي 3 فولت، طبعا دول متوصلين سيريس. ليه متوصلين سيريس؟ طالما نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، طالما البوزيتيف مع نيجاتيف يبقى ده سيريس، وطالما سيريس يبقى بنجمع. فهو هنا اهو بيقول لك تاني، بيقول لك انا دلوقتي انا شايفه في الصوره ايه؟ شايفه سويتش مفتوح. افهم الصوره. وواخد لي على جنب كده الفولتميتر مع 2 دراي سيلز. الاتنين دراي سيلز دول كل واحده فيهم قوتها 3 فولت، متوصلين سيريس ولا باراليل؟ اهو يا باشا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يبقى السيريس يبقى بلس. يبقى كده هو هيقرا 6 فولت. طيب بالنسبه للفي 2 هيقرا كام؟ لا مش هيقرا حاجه، هيقرا زيرو حضرتك. ليه هيقرا زيرو؟ اصل طالما الالكتريك سيركت اوبن يا ابني يبقى مفيش كهرباء هتمشي، يبقى ما ينفعش ان انا اقيس البوتنشال ديفرنس. اصل هو خلي بالك الفولتميتر بيقيس حاجتين، يا اما يقيس البوتنشال ديفرنس للسيركت كلها على بعضها بس بشرط السيركت تكون مقفوله، يا اما يقيس الاي ام اف لبطاريه كده لوحدها على جنب، اللي هو لما يكون الدراي سيل مفتوحه او الالكتريك سيل مفتوحه والفولتميتر متوصل اهو مع واحده ولا 2 لوحدهم، هو بيقيسهم هم بس ملوش دعوه بحاجه. فهو لما قاسها كده لقاها 6. طيب بالنسبه للفولتميتر اللي تحت ده، لا يا باشا ده مش متوصل مع بطاريه، ده متوصل في السيركت عادي والسيركت مفتوحه، يعني مفيش كهرباء بتمشي، يبقى الفي 2 هيقيس 0. طيب بيقول لك when the key is closed، بيقول لك طيب خلاص احنا تعالى بقى نقفل الكي ده كده، خلاص قفلناه يبقى في كهرباء بتمشي. calculate الورك، عايز نحسب له الورك. حاضر، الورك قانونه وكب، ماشي. to transfer quantity of charge between the 2 points through 2 minutes. طالما 2 minutes يبقى لازم احولها لسكند، يبقى 2 by 60 equal 120 second. طيب انا دلوقتي عايز احسب الدبليو اللي هي كيو باي في. هو ينفع يبقى فيه 2 انون في السؤال يا باشا؟ يعني هو عايز نحسب له الدبليو وانا اصلا ما معيش الكيو، ازاي؟ طب ايه الحل؟ والله الحل ان انا ابدا اتصرف كده واحده واحده. اتصرف اعمل ايه؟ اول حاجه هو انا معايا الفي، انا ما معيش الفي. فين البوتنشال ديفرنس؟ انا عايز احسب البوتنشال ديفرنس بتاعه الالكتريك سيركت ديت. عشان احسب البوتنشال ديفرنس خليني اكتب الثلاث قوانين عشان ابدا اشوف. والله انا عندي قانون الكاي، تكتب الثلاث قوانين قدامك وتبدا تفكر. وقانون الفري عندي ايه؟ عندي الار بتساوي 4 اوم، وعندي التايم. طيب عندي حاجه تانية؟ ما عنديش حاجه تانية. هو بيقول لك كالكيوليت الورك اللي هي كيو باي في. طب ما انا محتاجه اجيب الكيو، هجيب الكيو ازاي؟ ما انا ما عنديش الكيو. طيب هل عندي الفي؟ الفي عندي هنا اهوت، هو قايل لك احسب لي بقى، ما هو طالما الالكتريك سيركت اتقفلت فانت هتجيب الفي بقى اللي هو البطاريات كلها. دي 3 فولت والاثنين دول 3 و3 بس باراليل فوق بعض فهيصفوا 3. وبعدين دي بوزيتيف متوصله مع نيجاتيف يبقى سيريس 3، وهنا اهوت سيريس 3، يبقى 3 و3 6 و3 9 و3 12، يبقى الفي بكام؟ ب 12. طيب انا كده اهوت جبت الفي
ممكن اجيب الاي، لان انا كده اهوت الاي بقى معايا الفي ومعايا الار. الفي جبناها ب 12، الار في الرسمه ب4، يبقى الاي ب3. طيب ما انت كده بقى معاك الاي والتي، تقدر تجيب الكيو. الكيو هتساوي اي باي تي، الاي 3 والتايم فينها، التايم 120 يبقى 360. جبت الكيو تروح تعوض عنها هنا، تعملهم باي بعض هيطلع لك الورك. هعيد المسألة تاني، نشوفها تاني عشان دي مسألة مهمة جدا جدا. بص يا سيدي، انت دلوقتي شفت المسألة فقلت ايه ده المسألة ورسمة وبتاع، بعبع بقى واحدة واحدة. انا كل اللي بعمله، شفت انت دلوقتي انا عمالة اقول لك ايه هنجيبها منين، هنعمل ايه. اول ما بترص الثلاث قوانين قدامك مخك بينور. طيب انا دلوقتي عندي ايه، بيقول لك عندك 5 سيلز، دي 3 فولت ودي 3 فولت ودي 3 فولت ودي 3 فولت ودي 3 فولت. بيقول لك على حالتها ديت لما يكون الكي مفتوحه، الفي 1 هيقيس مين؟ هيقيس الاثنين اللي متوصل بيهم دول اللي هم 6 فولت زي ما قلنا. طيب قفلنا السويتش فالكهرباء هتمشي عادي. يبقى انا قبل ما اقفل السويتش بقى هنا، بص هنا بيقول لك قيس لي في 2 ده بيقيس كام؟ الفي 2 بيقيس كام؟ بيقيس 0. ليه؟ لان السويتش مفتوحه. طالما السويتش مفتوحه يبقى مفيش كهرباء بتمشي، مفيش كهرباء بتمشي، اجيب انا بوتنشال ديفرنس منين؟ يبقى كده الفي 2 هتقرا هنا 0. ده كده اهوت اول جزء في السؤال. يبقى اول جزء في السؤال جايبه لك وهو فاتح السويتش، جه قال لك طب اقفل السويتش اللي عامل مشاكل ده، اقفله خالص. طالما قفلت السويتش يبقى في كهرباء هتمشي. قال لك ماشي، احسب لي بقى يا باشا الورك اللي هيخليني انقل كهرباء كوانتيتي اوف تشارج ما بين اكس وما بين واي. ايه المعلومه الوحيده اللي مديها لك؟ 2 minutes. 2 minutes يعني ده تايم ولازم احول، يبقى باي 60 يبقى 120 سكند. انت عايزني احسب لك دبليو عيني، يبقى انا لازم ارص القوانين. دي اول حاجه اعملها. انا عايزه وكف وعايزه فري وعايزه كايت. كده كده عشان اجيب الدبليو هو عايزني احسب الورك، فكده كده ما عنديش ان انا غير اشتغل غير بكيو باي في. طيب في سهل ان انا احسبها من الصوره اللي قدامي، لكن الكيو هجيبها منين؟ طب نمشيها واحده واحده. مش انت بتقولي سهل تحسبي الفي؟ احسبي لي الفي. دي 3، الاثنين اللي فوق بعض بارلل دول هيصفوا واحده ب3، فبقى عندك 3 متوصله سيريس مع 3 متوصله سيريس مع 3. ليه يا دكتور سيريس؟ عشان ده بوزيتيف واللي بعده نيجاتيف يبقى ده سيريس، دي البوزيتيف اللي بعده نيجاتيف يبقى السيريس. يبقى كده 3، الاثنين دول 3 ودي كده 3 ودي كده 3، يبقى مجموعهم كام؟ 3 و3 6 و3 9 و3 12، يبقى كده الفي بتساوي 12. طيب بالنسبة للكيو، عندي كيو؟ لا ما عنديش كيو. طب اتصرف ازاي؟ ما عنديش كيو بس عندي طريقة اجيب بيها الانتنستي. ايه الطريقة اللي انا هجيب بيها الانتنستي؟ والله هو هنا عندي الانتنستي بتساوي في ديفايد ار، وهو قايل لي في المسألة في الرسمة ان الار ب4، وانا جبت الفي دلوقتي ب12، 12 ديفايد 4 ب3، يبقى الانتنستي بتساوي كام؟ 3. طيب بقى معاك يا باشا انتنستي ومعاك تايم، ما انت سهل تجيب الكيو. الانتنستي 3، يبقى انا عايزه دلوقتي اجيب الكيو عشان انا ناقصني هنا كيو. تاني انا ناقصني هنا كيو، انت عايزني اجيب الورك يبقى انا عايزه كيو باي في. الفي انا جبتها حسبتها من الرسمه، عايزه اجيب الكيو ما عنديش غير التايم. لا عندك، حسبت الفي اللي هو 12، التايم 120 ومديني في الرسمه الريزيستنس ب4. طيب انت كده اهوت عايزه الكيو، يبقى الكيو ممكن اجيبها اي باي تي. الاي اجيبها منين؟ في ديفايد الار، 12 ديفايد ال4 3، يبقى انا كده جبت مين؟ انتنستي. بقى معايا انتنستي ومعايا تايم، عملتهم باي بعض طلعت معايا الكيو. الكيو هتطلع كام يا باشا؟ الكيو اي باي تي، الاي 3 والتايم 120 يبقى 360.
360. يبقى الورك 360 باي 12 ورينا كام؟ 360 باي 12 4320. 4320 جول بمنتهى البساطة. أنا عارفة إنها لفة، بس أنت لازم تبقى عارف تلف اللفة. ما أنت لو معرفتش تلف اللفة ده البعبع بقى. ما احنا قلنا دي الأسئلة اللي فيها إيه؟ شوية أفكار أو شوية لف. اتحلت إزاي؟ إنك كتبت الثلاث قوانين قدامك وقعدت تدور. أنا الأساس بتاعي عشان أحسب ورك يبقى أنا محتاجة كيو باي في. الفي جبتها من الرسمة اللي قدامي، ما معيش كيو. ماشي، ما معيش كيو بس معايا التايم. طب انا استفدت ايه من التايم؟ ما انا عشان اجيب الكيو بالتايم يبقى محتاجه الانتنستي. طب ما انا ممكن اجيب الانتنستي من قانون فري. جبت الانتنستي ازاي؟ اللي هو الفي ديفايد الار، لان هو مديني الار في المساله. جبت الانتنستي وحسبت الانتنستي ومنها رحت حاسبه الكيو. اي باي تي بتساوي كيو، فبقى معايا الكيو وعملتها باي الفي، جبت الدبليو. نشوف البعبع اللي بعده. بعبع صغنن مش صعب خالص. بيقول لك هنا ايه؟ what mention the type of cells connection. parallel يا دكتور، زيرو يا دكتور، زيرو يا باشا. ضحك عليك؟ مجرد ان هو رسم لك بوزيتيف فوق بعضه ونيجاتيف فوق بعضه ضحك عليك؟ لا يا دكتور، احنا دارسين ان الباراليل بنوصل البوزيتيف كله فوق بعضه. في الباراليل بنوصل البوزيتيف كله فوق بعضه اهو، بنوصل البوزيتيف كله فوق بعضه والنيجاتيف كله فوق بعضه يا دكتور. انما السيريس بيبقى نيجاتيف مع بوزيتيف، نيجاتيف مع بوزيتيف. ده يا دكتور باراليل. لا يا قلب الدكتور، بص كده معايا، ده البوزيتيف صح؟ امشي كده مع السلك. ايه ده؟ ده السلك واصل للنيجاتيف. ده بينصب عليك. طب بص هنا كمان بوزيتيف، الله ده واصل للنيجاتيف. يا ده نصاب نصب، ده كان عايز يوديك في داهيه. يبقى ده سيريس يا باشا. يبقى مش عشان هو رصصهم لي بوزيتيف فوق بعضه ونيجاتيف فوق بعضه هيضحك عليا. انا شفت السلك لففهولي ازاي بحيث ان هو موصل بوزيتيف مع نيجاتيف، بوزيتيف مع نيجاتيف، يبقى ده سيريس. السؤال اللي بعده جيف ريزون. بيقول لك ازاي الراديو اكتيف بولوشن ممكن توصل لمكان ما فيهوش اكسبلوجن وما فيهوش حاجه. ازاي اماكن ما كانش فيها اكسبلوجن ولا فيها نيوكليير رياكتور اصلا يوصل لها نيوكليير بولوشن؟ سهله. الويند والكلاود والرينز، كل الحاجات دي تنقل. فاكر تشيرنوبل رياكتور لما حصل الاكسيدنت بتاعته وحصل الاكسبلوجن؟ مش الايزوتوبز والمشاكل كلها اللي طلعت، البولوشن كله طلع في الهواء، والويند بدأ يحركه من مكان لمكان وبدأ يحصل كوندنسيشن ويتكون كلاودز وينزل مطره، فوصل البولوشن للميه وللزرع وللارض ولكل حاجه. يبقى عن طريق الويند وعن طريق الميه الرين. طيب هنا بيقول لك ايه يا دكتور السؤال الصعب ده؟ 0.6 امبير و0.9 امبير، ده انا اجيب الحاجات الصعبه دي ازاي؟ طب تعالى نشوف الاول السؤال. بيقول لك you have 3 electric cells EMF for each of them 3 فولت. ماشي، يبقى انا دلوقتي اول معلومه عندي ان الاي ام اف بتاعتهم 3 فولت وان هم 3 سيلز. ماشي، وان في فيكسد ريزيستنس 10 اوم، مديني الريزيستنس. how can you connect them to obtain reading of a meter equal؟ انت عايز الاميتر يبقى 0.6. طب هو اساسا الاميتر 0.6 يبقى دي انتنستي. طيب انتنستي انا كده هوت بمنتهى البساطه عايزه اعرف السل الواحده. هو بيقول لي السل الواحده قوتها 3 فولت. انا عندي هنا القانون اللي هو مين؟ القانون اللي هو فري. القانون دوت الانتنستي بتساوي الفي ديفايد الار. خلاص، هو بيقول لك الفي بتاعت كل واحده فيهم 3 فولت ديفايد الار 10، هتطلع 0.3 امبير. يبقى انا دلوقتي بيقول لي ان انا لو وصلتهم مع بعض بالارقام اللي هو مديها لي اللي هو اي ام اف 3 وريزيستنس 10، هتطلع الانتنستي 0.3 امبير.
بيقول لي توصليهم ازاي بحيث ان هو يبقى 0.6 امبير. هوصلهم ازاي؟ هو بيقول لك 3 سيلز، يبقى ما ينفعش تخنصر، لازم الثلاثه يترسموا. طيب 3 سيلز انا عايزه، ادي واحده 0.3 وادي الثانيه 0.6. انا دايما بقول لك لما يكون رقم لو هو عايز الماكسيمم بعمل سيريس، يعني هو مثلا دلوقتي عايز الماكسيمم 0.9 امبير. يعني ايه 0.9؟ يعني ادي الاولى 0.3 و0.3 يبقوا 0.6 وواحده كمان يبقوا 0.9، وصلهم كده ببعض يبقى دي السيريس. يبقى هو لو ادالك رقم وعايز الماكسيمم بتوصلهم سيريس. لو كان قال لك وصلهم لي بحيث تطلع 0.3 امبير كنت هرميهم كلهم فوق بعض باراليل، ف 0.3 و0.3 و0.3 وهم باراليل كانت هتصف معايا 0.3. انما هنا بيقول لك انا عايز 0.6 امبير. يعني ايه 0.6 امبير؟ يعني رقم ما بين البنين. فاكر يا ابني انا قلت لك ايه؟ قلت لك طالما رقم بين البنين رص سيريس لحد ما توصل للرقم المطلوب واخلص من بقيه السيلز باراليل. فانا هنا رصيت 0.3 و0.3 بقى عندي 0.6، بس هم 3 سيلز ما ينفعش ارمي الثانيه. خلاص هعمل ايه؟ هوصل الثالثه تحت واحده فيهم وليكن تحت دي، وصلتهم ببعض كده اهو بالشكل ده، وبعدين وصلتهم مع دي. لما تيجي تحسب بقى يا باشا 0.3 و0.3 باراليل راحت مصفيه معاك 0.3 وجنبها سيريس 0.3 يبقى كده 0.6 امبير. يبقى انا كده اهو تاني بيقول لي انا عندي 3 الكتريك سيلز قوه كل واحده فيهم 3 فولت ومعايا فيكسد ريزيستنس 10 اوم. ازاي اوصلهم بحيث ان قرايه الاميتر تبقى 0.6 و0.9؟ اولا انا اخدت الرقم اللي عندي دوت، الارقام اللي عندي اللي هي 3 فولت وال10 اوم وحسبتهم مع بعض طلع لي الانتنستي بتاعت الواحده 0.3. فعشان كده هو توصلتها بطريقه 0.6 وبطريقه 0.9. نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك explain on genetic basis the traits of offspring resulted from crossing between male and female fruit fly، نوع من الدبان اللي هو الدبان الصغير اللي بيجي على فكره لما نسيبها بره الثلاجه. هما الاثنين عندهم long wings and the result was 45 long wing and 15 short wing. طيب اولا كده مبدئيا طالما هما الاثنين لونج وخلفوا ميكس من اللونج والشورت يبقى اكيد هما هايبريدز. خلاص. وطبعا انت لو 45 و15 لو انت جيت حسبتها يعني 3 to 1. خلاص لو انت عملت simplification. المهم بيقول لك knowing that the long wing is represented by symbol T capital، يعني اللونج wing هو الدوميننت and the short wing gene is represented by T small. طيب اول حاجه هنعمل البيرنتس T capital T small مع T capital T small. نطلع الجميتس. هنطلع الجميتس ازاي؟ هنعمل segregation T capital هنا و T small، نفس الكلام T capital و T small. نطلع الاوف سبرينج، ها T capital T capital T capital T small T capital T small T small T small. الطريقه دي انا مسميها المنكوشه. في طريقه ثانيه اسمها المتروقه. تعالوا نعمل المتروقه عشان لو حد ما بيعرفش يعمل منكوش. المتروقه دي بنعمل ايه؟ انت عندك كام جميت؟ هنا 2 للبيرنت الاولاني و2 للبيرنت الثاني. احنا بنعمل لهم كروسنج يعني باي 2 باي 2 كام؟ 4. فبعمل جدول من 4 خانات. هنا الجميتس بتاعت البيرنت الاولاني تي كابيتال تي سمول، وتحت الجميتس بتاعت البيرنت الثاني تي كابيتال تي سمول، وابدا اجوزهم لبعض. دايما الحرف الكابيتال يتكتب الاول، كابيتال ليه احترامه. تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. فعلا طلع 3 عندهم لونج وينج. ما هو طالما ظهر حرف دوميننت لو واحد هتظهر الصفه الدوميننت، فدوت لونج وينج. ده لونج بيور بس المهم انه لونج، وده لونج هايبريد بس المهم انه لونج، وده لونج هايبريد المهم انه لونج، وده هيبقى الاخراني تي سمول تي سمول. ده بقى الشورت وينج تي سمول تي سمول. يبقى طلع عندك 3 عندهم لونج وينج
وواحد عنده شورت وينج، يعني 75% لونج و25% شورت، اللي هم 45 و15. نيجي نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك كومبليت، بيقول لك هنا دي ميجرنج يونت لمين؟ طيب بص بقى، الاسئله اللي بيجي لك فيها ميجرنج يونت غريبه ويقول لك دي ميجرنج يونت بتاعت مين، اول حاجه تعملها انك ترص الثلاث قوانين بتوعك. هتحتاج لهم دلوقتي، افهمك في ايه. ادي القانون الاولاني كايت وكف وفري، وابدا رجع كل حاجه فيهم لاصلها. يعني فولت ده يعني بوتنشال ديفرنس، باي سكند يعني تايم، كولم يعني كيو. هل عندك قانون اسمه في باي تي؟ في القوانين في حاجه اسمها في باي تي؟ لا. طيب هل في القوانين عندك حاجه اسمها في ديفايد كيو؟ لا برضو ما عنديش حاجه اسمها في ديفايد كيو خالص قدامي. طب هل في تي ديفايد كيو؟ لا يا دكتور ما فيش تي ديفايد كيو، بس في حاجه شبهها، في كيو ديفايد تي. اوكي، هي كيو ديفايد تي ديت بتساوي ايه؟ بتساوي انتنستي. طيب هو مش انت عارف ان اي حاجه في الدنيا بتبقى ديفايد 1؟ يعني دي انتنستي المفروض ان هي ديفايد 1. طيب لو انا بقى شقلبتها خليتها تي اوفر الكيو، يعني هي لو كيو ديفايد تي هتبقى انتنستي. طب انا شقلبتها خليتها تي ديفايد الكيو، تي ديفايد الكيو هتبقى 1 ديفايد الانتنستي. ولسه فوق عندك مين؟ في، يعني 1 باي في يعني في، يعني في باي او في ديفايد اي. في ديفايد اي بتساوي كام؟ بتساوي ريزيستنس. يبقى دي تنفع تبقى يونت بتاعه ريزيستنس. دكتور ما فهمتش حاجه، نقول تاني يا ابني. اهو انا دلوقتي عندي الفولت دي رجعها لاصلها، رجعها لاصلها يعني بوتنشال ديفرنس، سكند يعني تايم، كولم يعني كيو. رص الثلاث قوانين بتوعك. كايت وكف فري. ابدا دور ايه اليونت اللي عندك شبههم. عندك حاجه اسمها في باي تي؟ بص كده، لا مفيش في باي تي. طب عندك حاجه اسمها في ديفايد كيو؟ لا ما عنديش يا دكتور حاجه خالص اسمها في ديفايد كيو، دي في باي كيو. طيب عندك حاجه يا ابني اسمها تي ديفايد كيو؟ والله يا دكتور ما عنديش تي ديفايد كيو، بس عندي كيو ديفايد تي. طب يا ابني كيو ديفايد تي اللي عندك دي بتساوي ايه؟ بتساوي انتنستي. طب هي عندك ايه؟ عندك الشقلوب بتاعها اللي هي تي ديفايد كيو، يبقى 1 اوفر الانتنستي. ما كيو ديفايد تي انتنستي، شقلبها بقى خليها تي ديفايد كيو، يبقى 1 اوفر الانتنستي. وفوق معانا يبقى ده كده اهوت 1 اوفر انتنستي، ومعاه فوق مين؟ في، يبقى كده 1 باي في يعني في. عندك حاجه اسمها في ديفايد انتنستي يا ابني؟ في ديفايد انتنستي بتساوي ريزيستنس، يبقى دي measuring unit of resistance. طب اللي بعدها يا دكتور برضو هنحتاج الثلاث قوانين بتوعي، فهسيبهم معايا. همسح بس اللي انا مشخبطه عليهم اهو واكتبهم تاني. عندك ده هنا كايت، وادي وكف، وادي فري. ابدا اشتغل عليهم، كل واحده رجعها لاصلها. امبير يعني انتنستي، بس هو امبير باي 2 يعني انتنستي باي انتنستي. باي اوم، باي اوم يعني باي ريزيستنس، باي سكند يعني باي تايم. طيب والله انا عارف ان انا عندي اي باي تي بتساوي كيو، يبقى انا كده اهوت هشطب مثلا الاي والتي دول، هشطبهم مع بعض هيساووا كيو. طيب فاضل عندك كيو وار واي. طب ما انا عندي كمان انه الار باي الاي بتساوي في، يعني ممكن اشطب الار والاي دول واخليها بفي، فبقى عندك في، فضل عندك مين؟ في باي كيو. طب في باي كيو بايه يا باشا؟ في باي كيو بورك، يبقى دي تنفع تبقى يونت بتاعت ورك. امسكها واحده واحده كده بالقوانين توصل. السؤال اللي بعده بيقول لك study the following diagram then answer. طيب اعتبر دي equation وانت ايه كمل النقط بتاعتها. ام جي بلس 2 اتش سي ال. الام جي هيعمل substitution للاتش، يعني الام جي هيدخل مكان الاتش، فهيبقى ام جي سي ال 2 وهيطلع معايا هيدروجين جاز. طيب
وبعدين الهيدروجين جاز ده انا شايف هنا ان هو مع حاجه، هما الاتنين مع بعض راحوا مطلعين سيو وميه. اوكي انا فاكر ايكويشن شبه دي يا دكتور. يبقى ال H2 اتحولت لميه. مين يا دكتور اللي في الكلام ده كان اتحول لسيو؟ كان CuO. يعني كده دي كده اهو CuO. يبقى CuO اتحولت لCu وال H2 اتحولت ل H2O. انت عارف الايكويشن دي اللي هي H2 بلس CuO اهو اتحولوا ل Cu بلس H2O. انت عندك حاجه شبه دي خلاص واعملها لك كده. طيب مين بقى اللي يديني CuO و CO2؟ مين اللي انت درسته في الثيرمال ديكومبوزيشن؟ هو عامل لك علامه هيت يعني ده ثيرمال ديكومبوزيشن. فمين اللي انت درسته في الثيرمال ديكومبوزيشن بيطلع ميتال اوكسايد وكربون دايوكسايد؟ الوحيد اللي كان بيطلع كربون دايوكسايد الكربونات. مين الميتال هنا؟ CU. يبقى ده CuCO3 كبر كربونات. طيب يبقى كده كومباوند C CuCO3 اتسخنت بالهيت راحت مطلعه كربون دايوكسيد وCuO. يبقى بي مين؟ CuO. خلاص. طيب بيقول لك ايه البروسيس اللي حصلت لماتر A؟ مين ايه ده الهيدروجين. حصل له ايه؟ ربنا كرمه وتحول ل H2O يعني كسب O. طب هو اللي بيكسب O بنسميه حصل له ايه يا باشا؟ بنسميه حصل له اوكسيديشن. بيقول لك طيب وايه اللي حصل لبي؟ بي كانت CuO يا عيني ده اتسرق منها الاو بتاعتها يعني حصل لها ريدكشن بروسيس. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك the time required to complete reaction of covalent compound. انا عارفه ان الكوفالنت بتاخد وقت عن الايونيك. الايونيك بتنزل تتكسر لسمول ايونز فالرياكشن بتاعها بيبقى فاست، انما الكوفالنت بتبقى تنحى وبتفضل موليكيولز كبيره زي ما هي فبتاخد وقت معانا في الرياكشن. يبقى كده التايم اللي انا محتاجه له للكوفالنت هيبقى مور ذان التايم اللي انا محتاجه له للايونيك. الكوفالنت بطيئه. السؤال اللي بعده بيقول لك واير اوف كابر اللينس بتاعه 2 متر، كارنت انتنستي 10 امبير ماشيه فيه. لما اللينس بتاع الواير بقى 4 ده طول اللينس زاد، وانا عارفه ان اللينس لما بتزيد يبقى الريزيستنس هتزيد، ولما الريزيستنس هتزيد يبقى الانتنستي هتقل. دي ده الريليشن احنا عارفينها. طب هو اللينس زاد قد ايه؟ اللينس كان 2 متر بقى 4 متر يعني زاد الدبل. يعني انا ممكن امسح لينس انكريز دي واكتب مكانها ايه؟ اكتب مكانها ان اللينس دبلد. طيب مش اللينس دبلد يبقى المفروض الانتنستي عكسها. عكس الدبل دي ايه؟ ديكريز تو هاف. طب هي الانتنستي هنا كانت فوق كام؟ 10 امبير. طب لما هتديكريز لهاف هتبقى كام؟ هتبقى 5 امبير. السؤال اللي بعده بيقول لك 3 الكتريك سيلز. يبقى انا عندي 3 سيلز، الاي ام اف بتاعت كل واحده فيهم 2 فولت. The ratio between EMF for battery when connected in series to EMF when connected in parallel. طيب هما 3 سيلز كل واحدة 2 فولت. بيقول لك قارن لي لو انا موصلاهم سيريس ولو انا موصلاهم بارلل. خلي بالك الترتيب مهم. طالما قال لك ريشيو يبقى تشوف مين اللي مكتوبة الأول. هو هنا هو بيقول لك السيريس الأول وبعدين البارلل. طيب تعالى نحسبها الأول. لو هما سيريس هما 3 كل واحدة فيهم قوتها 2 فولت وانا وصلتهم سيريس يبقى المجموع بتاعهم كام يا باشا؟ 6. يبقى لو متوصلين سيريس هتبقى 6. طيب لو متوصلين باراليل؟ لا لو باراليل يبقوا ال3 فوق بعض بالشكل ده، كل واحدة فيهم قلنا 2 فولت يبقى هما ال3 مع بعض هيصفوا 2 فولت. يبقى لو سيريس 6 ولو باراليل 2 اعمل سمبليفيكيشن هتطلع 3 ل1. يبقى الريشيو بينهم هتبقى 3 to 1. السؤال اللي بعده
بيقول لك the difference between the mass، عايزك تعمل ماينس. the difference يعني اعمل ماينس ما بين الماس بتاع المنجنيز دايوكسيد. مين يا باشا المنجنيز دايوكسيد؟ منجنيز دايوكسيد MnO2، ده كاتاليست، والكاتاليست زي ما بيدخل زي ما بيخرج، لا بينقص ولا بيزيد ولا بيتغير. كنت بستخدمه امتى؟ لما اجي للهيدروجين بيروكسيد كنت بحط عليه المنجنيز دايوكسيد، كان بيتكسر ويدينا ميه ويدينا اكسجين. طبعا عشان البالانس بنحط هنا 2 وهنا 2. فهو بيقول لك المنجنيز دايوكسيد دوت الديفرنس ما بين الماس بتاعته افتر اندنج ذا رياكشن، والماس بتاعته افتر اندنج الرياكشن اوف ديكومبوزيشن ايكوال ايه؟ في حته الماس بتاعه بيفور اند افتر، يعني عايزك تماينس الماس بتاعه بيفور وافتر كام؟ هو نفس الماس، يعني لو انا مدخلاه 2 جرام هطلعه 2 جرام، يبقى الديفرنس بينهم كام؟ الديفرنس بينهم زيرو. لو انا مدخله 10 جرام هيطلع 10 جرام. هو الكاتاليست زي ما بيدخل زي ما بيخرج بنفس الوزن بتاعه. نيجي نشوف السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لك في الاوبوزيت فيجر if the resistance of wire 10 اوم. ماشي، هو كده مديلك الريزيستنس 10 اوم، دي كده الار. ماشي، passing current intensity equal كام امبير and its direction from A to B. طب هو انا بيقول لك الانتنستي ايكوال كام؟ يعني انا مديني ريزيستنس وبتطلب انتنستي، يعني انت عايزني احسبها لك بقانون الفري. بقانون الفري الانتنستي هتساوي في ديفايد الار. طب هو قايل لك ان الار 10 بس ما ادالكش الفي. يا سلام، هو مش الفي ده يعني بوتنشال ديفرنس؟ طيب ما هو قايل لك ان ديت 50 فولت ودي 20 فولت، ما تعرفش تحسب البوتنشال ديفرنس؟ ده الالكتريك بوتنشال 50 وده الالكتريك بوتنشال 20، احسب البوتنشال ديفرنس هتلاقيها كام؟ 30. يبقى 30 ديفايد ال 10 كام؟ 3 امبير. طيب الكهرباء بقى هتمشي من فين لفين؟ والله اللي احنا دارسينه الكهرباء بتمشي من اللي عنده هاي بوتنشال للي عنده لو بوتنشال، يعني هتمشي من البي للاي. يبقى كده انا حسبت له الانتنستي طلعت 3 امبير، وقلت له الدايركشن هيروح من الكبير للصغير، يعني هيروح من البي للاي. نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر مين الاليمنت اللي راديو اكتيف؟ انا ايه معلوماتي عن الاليمنت اللي راديو اكتيف؟ راديو اكتيف يعني عنده نيوترونز كتير قوي، فعامله له زحمه، فمخلياه انستيبل، فبيبدا يعمل ديكاينج سبونتينيوس ديكاينج للنيوكليوس بتاعته، ويبدا ينفس عن نفسه ويطلع انسين راديشن. طيب مين هنا اللي عنده نيوترونز كتير؟ بص بقى، هو جايب لك البي دوت عنده عدد البروتونز 13 وعدد النيوترونز 14، يعني فرق بسيط قوي، ما نقدرش نقول ان هو عنده نيوترونز كتير. لكن بص لي هنا مثلا على ايه ده عنده 45 بروتون و79 نيوترون. لا ده كتير قوي النيوترونز، ده كتير قوي قوي، يعني ده تقريبا داخل على الضعف خلاص، فكتير. فيبقى الاليمنت اللي راديو اكتيف هو ايه؟ ليه؟ عشان عنده number of neutrons more than that needed for stability، اكتر من اللي هو محتاج لها للاستابيليتي. السؤال اللي بعده بيقول لك ده هرمون which cause the change in level sugar from X to A. X to A يعني حصل ايه؟ كان شوجر، هو بيقول لك ده النورمال، ده النورمال. شربت انت بيبسي ولا كلت حاجه مسكره، فالسكر بتاعك عالي وصل لاكس. مين يرجعه تاني للنورمال؟ ايه ده النورمال اهو، ده كده النورمال، هو عالي شويه الاكس. مين ينزله تاني لايه؟ طبعا الانسولين. طيب انت دلوقتي العكس، هنا هو بيقول لك ده النورمال ليفل، انت بقى ما اكلتش من الصبح صايم بقى ولا حاجه وما اكلتش من الصبح، فالسكر بتاعك قل واي بقى اقل من النورمال. مين يعليهولك ويخليه يرجع تاني نورمال؟ الجلوكاجون. هيروح للليفر يقول لها مش وقت تحويش، الحقينا الراجل هيفيص مننا، الراجل هيغمى عليه، هيهبط، الجلوكوز بتاعه قل، مش وقت تحويش يا ليفر، هاتي الجلايكوجين اللي انت مخزناه. فيبقى الجلوكاجون يحول الجلايكوجين الى جلوكوز، يبقى ده انسولين وده جلوكاجون. نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول لك في الاوبوزيت سيركت
the reading of voltmeter V1 when key is open. فين ال V1 ده؟ لما الكي ده يبقى اوبن يبقى هو كده هيقيس اي ام اف اللي هو متوصل معاها. مين اللي هو متوصل معاها؟ ال6 فولت. يبقى هو هيقرا كده 6 فولت. طيب ريدنج اوف V2 لما يكون الكي از كلوز. والله لما الكي يكون كلوز يبقى في كهرباء ماشيه، ولما في كهرباء ماشيه انت عندك الانتنستي 2 امبير والريزيستنس 5 اوم. يبقى احسب لي الفي من قانون الفري. الفي هتساوي ار باي اي، يعني 5 باي 2 يعني 10 فولت. يبقى لما يكون الالكتريك او السويتش مفتوح يبقى انا كده هوت بقرا البطاريه اللي انا متوصله معاها بس. البطاريه اللي انا متوصله معاها بس ديت اللي هي مين؟ 6 فولت. طب انا قفلت السويتش فالكهرباء مشيت، خلاص احسب بقى، ما هو مديلك انتنستي ومديلك ريزيستنس، يبقى تحسب بقى الفي طلعت معاك 10 فولت. نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لك when moving الريوستات سلايدر from point A to point B. كانت هنا يعني ايه هنا؟ يعني كده السلك ده كده هو بالشكل ده. طيب هو بيقول لك انا عملت ايه؟ خليك بقى ركز معايا في الحته دي. انا حركت ايه؟ جبتها هنا. يعني ايه جبتها هنا؟ يعني بقت حته السلك اللي جوه دي مدلدله كده جوه لوحدها. طب هي لما بقت مدلدله كده جوه لوحدها يبقى كاني بقى في حته سلك كده انا مش مستعملاها مرميه كده لوحدها. يبقى كده اللينس بتاع الواير اللي انا مستخدماه اللينس قل، يبقى الريزيستنس قلت، يبقى الانتنستي زادت، يبقى الاليومينيشن الاضاءه بتاعت اللامب بيحصل لها ايه؟ انكريز. ليه؟ لان انا حركت السلايدر اهو. تاني انا حركت السلايدر بدل ما كان هنا، فلما كان هنا انا كانت البي دي معايا داخله معايا في الشغل. انا حركت السلايدر يا باشا، جبته فين؟ جبته هنا. بقى السلك بتاعي كده والحته دي مرميه كده مدلدله جوه لوحدها. يبقى كده كاني قصرت السلك، يعني قللت الريزيستنس، يعني الانتنستي زادت. السؤال اللي بعده بيقول لك الكتروموتيف فورس. في نفس السؤال هنا بيقول لك الالكتروموتيف فورس بتاعت كل سيل 1.5 فولت. يبقى الاي ام اف، لا ده سوري، ده السؤال اللي بعده، السؤال ال 12 ده صورته اهي. بيقول لك دول كل واحده فيهم 1.5، يبقى توتال البطاريه كام؟ 1.5. احسب. والله دي 1.5 ودي 1.5 ودي 1.5 ودي 1.5، دول مع بعض 3 وتحتيهم مع بعض 3 باراليل. ما ده كده هوت البوزيتيف مع البوزيتيف يبقى باراليل، والنيجاتيف مع النيجاتيف يبقى باراليل. يبقى انا عندي فوق 3 فولت وتحت 3 فولت متوصلين باراليل مع بعض، يبقى هما الاثنين هيتكنسلوا ويصفوا معايا 3 فولت. نيجي على السؤال اللي بعده. In the opposite figure the value of x that makes the ammeter reading is 2 امبير. انا عايزه الاميتر يقرا لي 2 امبير وهو مديني الريزيستنس 3. طيب اما هو يديني الريزيستنس ويديني الانتنستي، ما انا هحسب الفري. يبقى انا كده هوت هجيب الفي بتساوي ار باي اي. الار كام في السؤال؟ 3 والاي 2، يبقى الفي كام؟ 6 فولت. طيب هو عايز يعرف الاكس ديت قوتها كام. طيب مش انا التوتال بتاع البطاريات دي كلها 6 فولت، ما انا اللي حسبته دلوقتي اللي هو البوتنشال ديفرنس اللي هو الفولت بتاع السيركت كلها اللي هو ال6 فولت. طيب دول 2 و2 مع بعض باراليل يبقوا مصفيين 2. التوتال 6 خدت منهم 2 يبقى فاضل كام؟ 4. يبقى الاكس ديت بكام؟ ب4 فولت. نيجي على السؤال اللي بعده، بيقول لك in the opposite electric circuit if we add resistance R2 to the electric circuit الريدنج بتاع الاميتر والفولتميتر هيحصل له ايه؟ انا زودت ريزيستنس، يعني زودت مطب زياده قدام العربيات، يبقى العربيات هيضطروا ان هم يقللوا السرعه بتاعتهم. يبقى انا كل ما بزود ريزيستنس بزود مطبات فالكهرباء هتقل. يبقى لما ازود الريزيستنس الريدنج بتاعه الاميتر
طبعا الاميتر بيقرا ايه؟ الاميتر بيقرا انتنستي، يبقى الانتنستي اللي هو هيقراها ديكريز، وبما ان الانتنستي والبوتنشال ديفرنس ديكريز يبقى الفولتميتر برضه هيقرا بوتنشال ديفرنس ديكريز. طيب يقول لك احسب لي الالكتروموتيف فورس بتاعه الباتري. حاضر، 2 و2، وهنا 2 و2، او نقولها بطريقه ثانيه، انا عندي الاثنين اللي فوق دول متوصلين سيريز 2 و2 يبقوا 4، واللي تحتهم دول 4، والاربعه اللي فوق متوصله النيجاتيف مع النيجاتيف والبوزيتيف مع البوزيتيف، يعني متوصلين بارل، يعني هيصفوا مع بعض 4. يبقى الالكتروموتيف فورس بتاعه السيركت كلها على بعضها، البطاريه على بعضها 4 فولت. اهو جت منين تاني اهو، انا عندي هو قال لي انه كل واحده فيهم 2 فولت، 2 و2 4، وتحتيها 2 و2 4، 4 فوق و4 تحت متوصلين بارلل، يبقى هيصفي معايا كله 4 فولت. تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك what does the voltmeter reading indicates to in the two circuits 1 و 2؟ كل واحد في الفولتميتر دول بيشير لايه؟ والله انا عندي فولتميتر 1 الالكتريك سيركت يا حبيب قلبي اوبن، يبقى هو كده بيقيس ايه؟ وبيقول لك كل واحد فيهم بيقيس ايه؟ ده هيقيس اي ام اف، هيقيس الكتروموتيف فورس. في الامتحان اكتب الكتروموتيف فورس احسن ما تختصر، هو الاختصار مش غلط بس الاحسن تكتب. طب سيركت 2، السيركت مقفوله يبقى بيقيس البوتنشال ديفرنس، لان احنا عارفين ان الفولتميتر ممكن يقيس اي ام اف لو السيركت مفتوحه، ويقيس بوتنشال ديفرنس لو السيركت مقفوله. السؤال اللي بعده بيقول لك you have a number of similar electric cells, voltmeter was connected to end one of them in figure 1. هنا لما وصلناه بواحده فيهم ادانا قرايه كام؟ 2 فولت، ماشي. بقيتهم اتوصلوا بفيجر 2، so the voltmeter reading in figure 2 كام؟ هو قال لك ان هم كلهم similar cells، خلاص، يعني هم كلهم بنفس القوه، وهو وصل لك واحده هنا وطلعت 2 فولت، فلما يوصل لك بالشكل ده بيقول لك هتصفي معايا كام؟ طيب دي 2 ودي 2 ودي 2 ودي 2 ودي 2، 2 و2 سيريس يبقى 4، و2 و2 سيريس 4، الاربعه اللي فوق متوصله بارلل مع الاربعه اللي تحت، يبقى كله كده مصفي لي 4. تاني، ما هو 2 و2 4 و2 و2 4، 4 فوق و4 تحت بارلل، يبقوا هيصفوا كام؟ 4، وجنبهم 2 سيريس يبقوا هيصفوا كام؟ 6. يبقى كده هوت 6 فولت. يبقى هنا فيجر 2 ديت لما قسناها طلعت 6 فولت. الفكره كلها ايه في السؤال؟ الفكره كلها ان هو قال لك انا خدت واحده فيهم قستها لقيتها 2 فولت، وان هما كلهم زي بعض، يعني ده 2 2 2 2 2 2 و2 4 و2 و2 4. طب 4 باراليل مع 4 يبقوا يصفوا كام؟ 4، وجنبهم 2 يبقى يصفوا 6. نيجي نشوف اسئله اللي تشوز. بيقول لك ام بروسيس ام جي بوزيتيف 2 بقت ام جي. يعني ايه انا ام جي بوزيتيف 2؟ لما يكون عندي بوزيتيف 2 يعني انا عامله لوست 2 الكترون، يعني انا كنت خسرانه 2 الكترون، فجاه ربنا كرم لي وبقى عندي ام جي. على فكره البوزيتيف 2 دي فوق كده شويه، يعني دي ايون، بوزيتيف ايون، فربنا كرم الام جي بوزيتيف 2 ديت وبقت ام جي، ما بقاش عليها بوزيتيف. العلامه البوزيتيف اللي فوق بيبقى معناها ان انا عامله لوز الكترون، ما بقاش عليا بوزيتيف، يبقى انا عملت ايه؟ عملت جين الكترون. طب انا عارفه لو عملت لوز الكترون يبقى اوكسيديشن، يبقى لو عملت جين الكترون يبقى ده ايه؟ ريدكشن. يبقى كده المغنيسيوم بوزيتيف 2 ديت عملت ايه عشان تتحول لمغنيسيوم؟ عملت ريدكشن. السؤال اللي بعده بيقول لك مغنيسيوم مع O2 ادتنا 2 ام جي بوزيتيف 2 او نيجاتيف 2. يعني الام جي اتحولت لام جي بوزيتيف 2، يعني الام جي عملت لوز لالكترون، والاو 2 اتحولت لاو نيجاتيف 2، يعني بقى معاها جين الكترون. هو بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي which of the following undergo reduction. بيقول لي مين اللي عمل reduction؟ والله reduction معناها جين الكترون. انت شايف مين اللي عمل جين الكترون؟ اكسجين. طب يا دكتور في اكسجين اتوم واكسجين ايون. لا يا حبيبي، الدكتور طول عمرها بتقول لك عينك وانت بتدور على اللي عمل ريدكشن واللي عمل اوكسيديشن دور في الرياكتنتس.
مالكش دعوه بالبرودكتس، دور في الرياكتنس. طب مين بقى في الرياكتنس؟ O2 ده اسمه اكسجين اتوم وده اسمه اكسجين ايون. مين بقى اللي في الرياكتنس اللي راح عمل جين لالكترون؟ الاكسجين. يبقى الاجابه بتاعتك اكسجين اتوم هي اللي عملت ريدكشن. السؤال اللي بعده بيقول لك ميتاليك واير الريزيستنس بتاعته 6 اوم يبقى دي الار and electric current 4 امبير يبقى دي الانتنسيتي passed through it at room temperature 25. if the current intensity double الالكتريك ريزيستنس هيحصل لها ايه؟ هو قال لك ان طول السلك اتغير؟ لا. طب قال لك ان التمبريتشر اتغيرت؟ برضه لا. يعني دي فيكسد ريزيستنس يا معلم. هو قال لك دي فاريبل. بص يا باشا، لا قال لك انها فاريبل ريزيستنس، ولا قال لك ان هي ريوستات، ولا قال لك ان في سلايدر، ولا قال لك غيرنا تمبريتشر، ولا قال لك غيرنا ريزيستنس. يبقى كونستنت. طالما ما قالش كلمه من اللي انا قلتهم دول يبقى كونستنت، يبقى فيكسد. خلاص. انا هقول لك على حاجه، الريزيستنس دي عامله زي المطب اللي العربيات بتمشي عليه في الشارع. المطب ده موجود، العربيات هدت او العربيات جت بسرعه او العربيات جايه طايره، الريزيستنس اللي هو المطب هيحصل له حاجه؟ هيتضبل، هيديكريز، هيحصل له حاجه؟ ولا اي حاجه. يبقى انا كريزيستنس، انا كمطب انا ثابت يا باشا. تزود لي انتنستي تقلل لي انتنستي ماليش فيه. خلاص. امتى المطب يتغير؟ لو قال لك احنا دهنا اسمنت زياده، عملنا له حاجه زياده. هو قال لك في السؤال عملنا حاجه في الريزيستنس؟ غيرنا لينس، غيرنا واير، غيرنا حاجه، غيرنا تمبريتشر؟ لا. يبقى الريزيستنس ثابته 6 اوم، تفضل 6 اوم زي ما هي. السؤال اللي بعده بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر اف الاي ام اف بتاعت كل سل فيهم 2 فولت. طيب 2 و2 و2 متوصلين باراليل يصفوا 2، وجنبهم 2 و2 و2 سيريس يبقى 2 و2 4 و2 6 و2 8. طيب يبقى انا كده اهوت عندي الفي توتال بيساوي 8 والريزيستنس بتساوي 4. يبقى الاميتر هيقرا كام؟ والله لما يكون عندي في وار ويطلب اميتر يعني يطلب انتنستي، هشتغل بالقانون في ديفايد ار، 8 ديفايد 4 هتطلع معايا 2 امبير. يبقى نوت هختار كام؟ هختار 2. When mating male and female have genetic structure A capital A small A capital A small، يعني هما الاثنين A capital A small A capital A small، دول كده البيرنتس. طيب طلع لي الجاميتس كده، اعمل segregation A capital A small A capital A small، ابدأ جوزهم لبعض. A capital A capital A capital A small A capital A small A small A small. بيقول لك الجيناتيك ستراكشر اللي طالعين عندهم جيناتيك ستراكشر A capital A capital بالنسبة للتوتال كام؟ أنا عندي كام واحد طالع A capital A capital؟ واحد. واحد من كام؟ واحد من 4. إن هم 4 واحد فيهم بس اللي طلع A capital A capital، يبقى الريشيو بتاعتك 1 to 4. السؤال اللي بعده بيقول لك Ohm's law link between 3 physical quantities. أنا عارف Ohm law اللي هو فري. أنا عارف Ohm law أهو اللي هو فري. ماشي. هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو مسميهم هنا A و B و C. بيقول لك A اليونت بتاعته كولم بير سكند. Q ديفايد T دي انتنستي، يبقى I ده الانتنستي. يبقى هو هنا هو تسمى لك الاي سماها ايه؟ سماها انتنستي. and B measured by unit فولت بير امبير. فولت يعني في فولت ديفايد امبير يعني في ديفايد اي. طيب هي في ديفايد اي يعني مين؟ يعني ريزيستنس، يعني بي ديت هي الريزيستنس، يبقى هو سمى الار بي. and the third C is measured by unit جول ديفايد كولم. الجول طبعا انا عندي قانون الوكب، الجول اللي هو الورك ديفايد كولم يعني الفي، يبقى هو الفي ديت سماها ايه؟ سماها سي. فهو بيقول لك ايه القانون الصح بتاع اوم؟ سي بتساوي بي باي ار. ايه اللي هي في بتساوي ار باي اي. فهو جابها لك بدل ما يجيبها لك بطريقه مباشره، حب يستنصح عليك وهي ما فيهاش حاجه خالص. يبقى انا كده اهوت لما عملتها طلع ان الفي هي السي
والار هي البي والاي هي الاي. فايه القانون الصح؟ انه الفي بتساوي ار باي اي، يعني السي بتساوي بي باي اي، يبقى هي دي الاجابه الصح. نيجي على السؤال اللي بعده، بيقول لك which of the following represent a part of circuit where ammeter and voltmeter are connected correctly. والله انا اعرف ان الاميتر بيتوصل سيريس والفولتميتر بيتوصل باراليل. فين هنا؟ ادي الاميتر سيريس يعني على نفس الفرع، والفولتميتر باراليل يعني واخد تفريعه تانية، يبقى الاجابه بتاعتك سي. السؤال اللي بعده بيقول لك when switch is closed the opposite in the opposite circuit، هنا the ammeter reading هيحصل لها ايه؟ لو انا قفلت السويتش الاميتر هيحصل له ايه؟ طب تعالى الاول نشوف لو انا ما قفلتش السويتش. الاميتر يعني الانتنستي، اميتر يعني الانتنستي. طب هو انتنستي وفي السؤال في في وفي ار، يبقى قانون الايه؟ قانون الفري. فالانتنستي المفروض انها الفي ديفايد الار. لو هي اوبن كده، لو هي اوبن، فانا هقرا ايه؟ هقرا اي ام اف. ماشي، اقرا لي اي ام اف 3 و3 6، ومتوصلين هي كده على بعضها كده فوق 6، متوصله باراليل مع اللي تحتيها كام؟ 6، يعني هما الاتنين ب6. فكده الانتنستي هتساوي 6 ديفايد الار اللي هو مسميها ام، يبقى كده الانتنستي بتساوي 6 ديفايد الام. ده كده لما يكون الالكتريك سيركت اوبن. طيب لو انا قفلت الالكتريك سيركت ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه، برضو هيبقى انا بقيس برضو هنا 3 و3 6 باراليل مع اللي بعدها 6، يبقى برضو 6 مع 6 هتصفي 6، يعني برضو الانتنسي هتبقى 6 ديفايد ام، يبقى هي ايه؟ هي doesn't change. تاني، اصل هو هنا خلي بالك، هو لما يكون لما هيبقى فاتح السويتش ايه اللي هيحصل؟ يعني فاتح السويتش يعني الكهرباء مش هتوصل لدي، خلاص الكهرباء مش واصلتها، هي فاتح السويتش فمفيش كهرباء واصله لها، بس في كهرباء ماشيه في دول عادي. فالكهرباء اللي ماشيه في دول عادي اللي هم 3 و3 كام؟ 6. طيب انا بقى لما جيت قفلت السويتش، لما جيت قفلت السويتش ايه اللي اتغير؟ ولا حاجه، هو فعلا 3 مع 3 6، الكهرباء بقى هتمشي توصل لدي، بس دي اصلا متوصله باراليل معاهم، يعني برضو هتصفي 6 في الاخر، يعني برضو هتطلع 6 ديفايد ام، فكده doesn't it change. measuring unit of concentration، ايه ده اخر سؤال. measuring unit of concentration is ايه؟ دكتور هو احنا عندنا measuring unit of concentration؟ تصدق كانت موجوده عندك في الدرس بتاع السبيد اوف كيميكال رياكشن، انه الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت، انت عارف انه الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت، كونسنتريشن بتاع الرياكتنت، وهنا التايم هنا من 0 ل 100. الرياكتنت من 100 بتقل مع الوقت، دي الرياكتنتس، انما البرودكتس بتبقى 0 وبعدين بتبدا توصل ل 100. فكان مكتوب عندك في الكونسنتريشن ان اليونت بتاعتها حاجه اسمها مول بير لتر، يعني كانك جايب لتر ميه مثلا ومدوب فيه معلقتين 3، المعلقتين 3 دول بنسميهم مول، والميه باللتر، يبقى الكونسنتريشن اليونت بتاعتها مول بير لتر. كده يا دكاتره ثالثه اعدادي حلينا مع بعض كل الاسئله البعبع اللي هي اصلا ولا كانت بعبع ولا حاجه، هي بس شكلها يخضك، بس هي كل قصتها ان انت لو عندك سؤال في الكيمستري في يونت 1 هترص الكيميكال اكتيفيتي سيريز، لو عندك اي مساله فيها رسومات هترص ال3 قوانين بتوعك، وتبدا تشوف مين القانون اللي انت ينفع تشتغل بيه، وتخليك فاكر لو الالكتريك سيركت اوبن يبقى انا الفولتميتر هيقيس لي اي ام اف بتاع البطاريه اللي هو متوصل معاها، ولو كلوزد يبقى هيقيس البوتنشال ديفرنس بتاع الالكتريك سيركت كلها، لان هيبقى في عندي الكتريك كارنت ماشي في الالكتريك سيركت كلها. ولا في بعبع ولا حاجه، وانتوا قدها، وان شاء الله هتجيبوا الامتحان في شوال كالعاده. ولاد دكتور ناهد دكاتره، ومستنياكم ان شاء الله في اولى ثانوي.